أنا قصتي كانت لي صديقة وأثق فيها وأهلي يعرفون أهلها، وكنت أروح أذاكر عندها في الاختبارات، وكانت تصلح لي الشاي ويوم عصير. وحست شيء يعني، سألتها وش هذا اللي قاعد تسوينه؟ قالت هذه حبوب تعين على الاختبارات وتعين على المذاكرة. تقول في يوم من الأيام وأنا كنت جالسة عندها دخل خالها، ففزعت أبغى أخذ عبايتي عشان أغطي وجهي. قالت لها خويتها لا 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 عادي، هذا خالي وأصلا جايب الحبوب لنا وبيروح. وكأنها ترسم علاقة بين البنت وبين خالها، أو تشير للبنت إن الحبوب اللي يجيبها خالها، حتى وصلت مرحلة الإدمان تشبكها مع خالها. فالمسكينة تقول مرة ومرتين وثلاثة، وفي يوم من الأيام وتحت تأثير الحبوب فعلت معي البنت بعض الحركات واستثارتني، ثم يوم من الأيام أدخلت علي خالها. تقول البنت وهي تروي قصتها المسكينة بصوتها الحزين المبحوح، تقول وقعت يعني في الزنا مع هذا الخال، واستمرت العلاقة، وبعذر أني راح أذاكر عند صديقتي وخويتي وهي تحت تأثير المخدر وتحت تأثير هذا الذئب المفترس. فتقول مع الأيام حسيت شعور غريب. طبعا البنت توها صغيرة وبكر، طبعا فضت بكرتها، لكنها ما تعرف آثار الحمل وأعراض الحمل، يعني الاستفراغ، الدوخة، المغص. تقول انتبهت الحاجة إن نفسيتي تعبانة ومن بطني بدأ يكبر. تقول والله إني خفت من نظرات أمي مثل السهام، والحريم يعرفون بعضهم بعض، وأمي دائم تنظر في بطني، لدرجة إني تركت بعض لباس الفتيات وصرت ألبس جلابية وألبس قمصان نوم كله عشان ما يظهر بروز بطني. مسكينة ما درت أنها حامل إلا بعد ما انتبخ بطنها. تقول أكلمة أقول له تعال تكفى لا تفضحني، ترى بننكشف. أمي تناظرني، أخواني، أبوي، الحريم يناظرون بطني، ما عاد أقدر، كل يوم يعني بنكشف. قالها والله بجي وأنا بتزوجك وبخطبك من أبوك وبنعيش حياة. وبدأ يعطيها الأحلام والقصص والروايات، بس اصبري علي شوي وإن شاء الله بصلح غلطتي. مرة ومرتين وثلاث، وفي يوم من الأيام أغلق جواله. لجأت إلى صديقتها تكفين فلانة ترى بننفضح كلميه. قالت والله كنت مجتمع أنا وياه، والبارح قال لي لا أخفيك إنه بيخطبك. كله كلام وهم. مرة ومرتين ألحت على زميلتها في الاتصال، أغلقت زميلتها الجوال، تتصل الجوالات مغلقة. تقول في يوم من الأيام اكتشفت أمي بأني حامل. تقول علمت أبوي وإخواني أنواع الضرب، أنواع التعذيب. تقول حتى أغلق علي في غرفة ظلماء. تقول جلست محبوسة، مضروبة، مهانة، نفسية متدمرة من الكلام والضرب والتوبيخ، ومن الفشيلة والفضيحة اللي أنا واقعة فيها، ومن الحمل. تركوني في هذه الغرفة الظلماء حتى وضعت. تقول والله ولدت أول ولادة لي صعبة، لا طبيبة لا ممرضة، لا أحد جاي يولدني، لا أحد أعطاني مهدئ، لا أحد أعطاني إبرة، لا أحد، ما فيه. تعذبت، شفت الويل، شفت الموت، أمي عند رأسي حتى وضعت ولد. تقول كان شعره أسود وبشرته بيضاء وحلو، كنت أتمنى أني أحضنه أو أضمه أو أقبله أو ألقمه ثدي ورضعه، لكن أمي أخذته ولفته في خرقة بيضاء وأعطته أبوي اللي كان ينتظر عند باب الغرفة. أخذ أبوي وإخواني في كرتون وذهبوا به إلى مسجد في حي، ووضعوه عند باب المسجد وبدأوا ينظرون من بعيد حتى أتى المؤذن وأخذ الكرتون. شوف سبحان الله، يمكن البداية ترى نظرة، يمكن البداية مكالمة. مسكينة هالبنت ما كانت تتوقع أنها بيصير فيها زنا، بيصير فض بكارة، بيصير حمل، بيصير جنين. وقد بعضهم يقتل الجنين من نظرة إلى مكالمة إلى طلعة إلى عشب مطعم إلى كابتشينو في مقهى كافي إلى ثم إلى حمل، ثم يقتلون الجنين إلى قتل. تقول البنت المسكينة وهي تبكي تروي قصتها،
والله كل ما شفت لعبة طفل أبكي، كل ما شفت طفل يركض في منتزه أو حديقة أو سوق أتوقع أنه ولدي، ودي ألقطه وأضمه وأحضنه. يا الله، كم أبناء اللقطة، وكم أبناء الزنا، وكم أبناء الشوارع. العدد ارتفع والنسبة ارتفعت، والسبب مكالمة، نظرة، علاقة. لا، مستحيل أصل هالحد، لكن فترة وتصل. مستحيل زنا، لا، ثم الزنا، ثم الجنين، ثم إذن وقد تقتل وقد يقتل. إذن لابد أن نحذر. الصديقة المتفلتة من الشرع احذريها، الصديقة المتفلت من الشرع احذره. كم واحد أنا عالجت ناس المخدرات حطوها لهم في الشاهي، حطوها في العصير، ما يدرون، شباب في الثانوية في عمر الزهور، بس لأن صديق سوء مشى معه وضع له المخدرات وهو ما يعلم. لذلك نحذر حتى ما نأتي بمصيبة.